اللهم ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا بناتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الاسبوع ده انا عامله لكم سلسله من حاجه المذبح او حاجه السلخانه. هنبتدي الاول بالفشه ازاي بتتسلق، وبعد كده هوريكم ازاي بننضف الممبار وازاي بنسلقه او بنسويه في المحشي. هنعمل المخ، هنعمل اللسان. هيبقى معانا سلسله ومجموعه حلوه قوي الاسبوع ده، كل يوم هنزل لكم حاجه شكل. النهارده هنبتدي مع بعض ان شاء الله بالفشه، ودي شكل الفشه للي ما تعرفش يعني ايه فشه او بتسمع عنها بس. ده يا حبايبي بتجاب بيبقى ده شكلها. ده يا حبايبي شكلها. اول حاجه هناخدها نغسلها غسله نظيفه، وبعدين نحط لها ميه بذره ملح وشويه خل ونسلقها مع بعضين وبصله. تيجي نشوف كده مع بعض، يلا بينا. كده يا حبايبي هي غسالة امر سهل جدا، يعني هي مش صعبة في غسالها. كده يا حبايبي اتغسل. ادي الفشة بتاعتها، لازم تكون المية بتجري كده وتغسليها بالشكل ده. يجي بقى نحطها على الماء المغلية، يلا بينا. كده يا حبايبي حطينا الفشة، وادي ورق اللوري، وادي البصل. نحط البصل كده عشان الزفارة بس. كده يا حبايبي نحط لها بقى ذرة خل، بس عشان ايه تثبت على لونها الجميل اللي احنا شايفينه دوت الوردي. تتسلق اوريها لكم واقول لكم قعدت قد ايه على النار، خليكم معايا. كده يا حبايبي شكل الفشه بعد ما استوت، شايفين شكلها عامل ازاي؟ بصوا صباعي بيدخل فيها ازاي. دي ما شاء الله كانت كبيره قوي، بصوا فشت بقت قد ايه، بس صغننه قوي. دلوقتي هنقطعها مع بعضينا ونشوف هنقطعها ازاي وهنسويها ازاي مع بعض. بسم الله. الرخامه طبعا زي ما احنا متفقين لازم تكون مغسوله. بسم الله. القطعيه اللي انت تحبيها، يعني مثلا ممكن تبقى كده او كده او اصغر، على حسب. لو عيله وكده وكتير ممكن تقطعيها اصغر من كده. كده يا حبايبي قطعناها بالشكل دوت. كده فاضل ان احنا نشوحها بقى على النار. نشوف نشوحها ازاي، يلا بينا يلا بينا. كده يا حبايبي حطينا المادة الدهنية زي ما قلنا، وحطينا معاه فشة ولحمة راس. يعني انت ممكن تشوحيها بنفس الطريقة كده لوحدها، ممكن تحطي معاها لحمة راس وفش وتفضلي تشوحي كده وتقلبيها. امرها سهل جدا. انا حطيت معاه فلفل اسمر، تتبيله بيت المنى، ملح، مفيش اكتر من كده. بس كترت شويه فلفل اسمر شويه لاني بحب الفلفل الاسمر، بيبقى باين فيها وبيبقى طعمه حلو. فزي ما انتم شايفين كده لحمه راس مع فشه مع اللسان، زي ما انتم شايفين اللسان بتاعنا اهو. الحلويات دي بتبقى جميله قوي مع بعضها كده. اقلبها حلو واشوحها، واول ما تندمج في بعضها وتدي طعم جميل هنحطها في طبق سيرفيس واوريها لكم. خليكم معايا. هنا حطينا ماده دهنيه في قلبها، ممكن تكون دهنه بتاع دوت ليا او زيت او سمن اللي يعجبكم. حطيت انا ماده دهنيه زيت، وحطيت عليها في قلبها التوابل بتاعتي، الفلفل الاسمر والملح وتتبيله بيت المنى زي ما قلنا، وشوحناها في قلبها وحطينا معاها فشه ولحمه راس. ايه رايكم؟ نشوف كده مع بعضنا الشغل بتاعنا.
ممكن نقدم معاه رز ابيض وسلطه وبطاطس. ايه رايكم؟ يا رب اكون قدرت اقدم لكم النهارده شيء فيه الفايده والافاده ان شاء الله، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله تعالى. متنسوش اللايك والسبسكرايب. تعليقاتكم الجميله لبيت المنى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.